معنا ساره تبارك الله عليها. تحياتي خويا شعيب واحلى شعيب واحسن طريطور بنو طياب عاوتاني دي تجي زوينه تبارك الله عليها كتحمر خلينا المهمه العزيزه. امين الله يسهل اخويا الله يسخر لك امين اخويا شعيب الله يحفظك المهمه الطيبه الله يحفظك اخاتي الله يسهل عليك. هنا كيف ما كتشوفوا معنا بعدا اول حاجه السلام عليكم. بالنسبه لدي جي صرا شي واحد اللي كنبارطاجي معكم الا ورا كنخدم معاه، يعني الخدمه ديالو تبارك الله نقيه وشي حاجه اللي زوينه. ثاني حاجه بالنسبه لرقم التليفون ديال ساره غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، غادي تلقاو تما، وديك الساعات اللي عنده شي مناسبه يتواصل معايا يقول لها من طرف شوف شويب راه عندها لكم واحد الاثمنه اللي خياليه ما شاء الله وكتخدم خدمه زوينه بزاف بزاف. اول حاجه غادي تقول لي علاش ما درت الصوت، بحكم ان الكوبي رايت كتعرفوا اليوتيوب يعني ما خصهاش حقوق الطبع والنشر ديال الاغاني. غادي نخلي لكم غير موسيقى خفيفه. تحياتي وتغني يا دلال هاد العرسان تبارك الله وخميس على العروسه وسيد العرسان. تحياتي وتغني يا دلال هاد العرسان تبارك الله وخميس على العروسه وسيد العرسان. الصغرات صغرتو. هنا كيف ما كتشوف معنا بالنسبه للاطباق اللي متداوله ديما اللي هو الدجاج بالضغمير اللي كيحماقوا عليه الناس بطبيعه الحال. هذا يعني صراحه الله كلشي كيتصدى عليه. الطبق الثاني اللي هو اللحم يعني بالملوجه مع السل، شي حاجه اللي زوينه بارطاجيتو معكم اليوم. يعني في متناول يعني الناس، ديروا الكميه اللي غادي تقدروا عليها، ولكن هذا الطياب هذا ما غادي تقلبوا ما تحركوه ما حتى شي حاجه. انا نعطيكم الاسرار ديال العراسات، يعني كاين اللي ما غاديش يبارطاجي معكم هاد الحوايج هادو بحكم الناس اللي كيخدموا. من الافضل تبعوا هاد الطريقه هادي. اللحم كيطيب شي حاجه اللي زوينه، نتوما كتشوفوا اللون ديالو. هنايا درناه بالشريحه ودرنا الكركاع، وبطبيعه الحال درنا البوعويد مع السل، وبطبيعه الحال البرقوق واللوز فيه اللي كيكون في الجناب. يعني بالنسبه للطبق هذا انا غادي نبارطاجي معكم، سبقت لكم هو الاول ونوريكم الطريقه من الاول حتى الاخر. صافي هنا وصلنا للدار ديال المناسبه، انا والوالده ومعايا ولد خالي بطبيعه الحال. كاين الفام دو ميناج، كاين السربايه، كاين كل شيء. اول حاجه كيف ما كتشوفوا الطريفات ديال اللحم يكونوا مزيانين من جهه الكتف، هذه اول مرحله. سمعوا الشرح مزيان، غنشرح لكم من الاول حتى الاخر. الطروفه كيف كتشوفوا كندير فيهم كيلو 2 كيلو، يعني الطروفه كيكونوا كبارين وكيجيونا على هذا القياس هذا. يعني انا وريتكم كل شيء. انا بالنسبه لي عندي هنايا 13 كيلو. ومن الافضل يعني تمشيو عند الجزار تقولوا ليه عطينا الطروفه ديال الملج، كيكون من الكتف ومن الجيكو، وبعض المرات كيعطيكم حتى من جهه الظهر حتى هو كيكون زوين. ولكن من الاحسن اللحم هو هذا اللي قلت لكم. شوفوا الطروفه كيكونوا ومهبرين ما شاء الله، يعني ما فيهمش العظومه مزيان. اول حاجه غادي نقبطوا واحد الطبسيل اللي يكون كبير بحال اللي درت انايا. هذا الطبسيل راه كبير. درت معلقه ديال السمن عامره، بالنسبه للعطريه يعني من الافضل تكون جديده. معلقه ديال الملحه، غادي ندير 2 معالق ديال الخرقوم مطحون، خصو يكون جديد. بالنسبه للسكينجبير 2 معالق حتى هما. انا العطريه كتكونسوما عندي يعني كنديرها جديده، وكنطحنها جديده يعني كتبقى عندي. بالنسبه للقرفه درتها معلقه وحده. عندي هنايا المروزيه ديال اللحم نضفت واحد المعلقه. قزبور يابس واحد معلقه مع مرش. عندي البزار استعملت واحد معلقه ونص ما يكونش حار. عندي هنايا تقريبا خديت واحد 15 درهم ديال الزعفران الحر، درتو في الماء سخون ما دافي يعني وخليه يطلق لكم. هنا انا درت الليغون زعما راه غادي
زعما راه غادي ما يتقطعوش. درتهم على وديت الخرقوم. كيف ما كتشوفوا الضويمات ديال الزعفران ما بغيتيش تستعملوهم ما تستعملوهمش. شوفوا في المناسبات راه كنطيبوا بهذا الشيء، اي مناسبه اي هذا سميتو راه كنطيبوا بهم. بغيتي تكتفي بالخرقوم بالزعفران الاخر هذا ديرو. انا تقريبا هنايا درت واحد 4. هادو تا هما ديال البقري اختياريين، اللي بغى يضيفهم يضيفهم. انا غادي ندير واحد 2. حاولوا ما تكثروهمش بزاف الطياب ديالكم، وانما ديروا واحد شويه. لكن نتوما ديروا واحد الكميه اللي قليله، نص كيلو يعني من الافضل تفاداو. يكذب عليك الكذاب، اي واحد كيمشي لاي مناسبه كياكل هذا الشيء وطايب بهذا الشيء، يعني راه بلا ما نبقاو ندير واحد التعاليق اللي تكون في شكل. اول حاجه غادي ناخذ الثومه، ناخذ واحد الكركوبه. هاد الدروس ديال الثومه راه غلاضين، يعني تقريبا الا كانت رقيقه ممكن تضيفوا حتى 2. دونك راه غليظه، راه تبارك الله وحده، يعني هازه المقادير اولا هازه العبار ديال الثومه. صافي انايا حكيتها مزيان وغادي نخلط. صراحه اللي كون تقبليه يعني ما خدمتش فرحتي، كنخدم بيدي نقيين وكنضيف الماء. بالنسبه للماء كنبقى نضيف بشويه يعني كيولي عندي واحد الخليط اللي كريمي. اصلا عندي اللحم كتير صافي وكنبقى نخلط بهذه الطريقه هذه. هنايا اللحم راه قبل ما نحطو لكم في الطبسيل راه غسلته ونشفته. شوف راه واخا بالنسبه للقزبور والمعدنوس حتى هو ربطته عادي، يعني ما نقطعوش صافي. وغادي نشد واحد الطنجره ونبدا نحط فيها، يعني غادي ندير ليه طيب ديال الطنجيه. راه ما كنبقاش نقلب فيه ونبدا نحرك فيه حتى يبدا يتفرتت اللحم، يعني طياب واحد. والشرموله خصها تبات. من الافضل الليله كامله تبات ليكم، او ديروا الصباح وفي الليل طيبوه. شوفوا على حسب نتوما شنو عندكم. هو راه عرفتي الا بات في هاد الشرموله هذا عرفتي كيجي شي حاجه شي حاجه اللي زوينه بزاف. انتم كيف كتشوفوا كنستمروا بهذه الطريقه هذه. راه واخا المشاهده طايحه عندي في لاشين يوتيوب بحكم ان عندي الخدمه بزاف، ما كان خصني نسيلي لي كوموند ديالي، ما كنبقاش الوقت فاش نبارطاجي معكم شي فيديو. بالنسبه للمعسلات الا بقى لي الوقت نقدر ندير معكم شي بريوات او لا هذا سميتو. يعني راه لا وليت كنصور فيديو واحد في الاسبوع، يعني واخا شويه المشاهده طاحت ليا ما عنديش مشكل. سونسي انا كنبارطاجي معكم. بالنسبه لديك المرقه اللي بقات لي في الطبسيل شديتها وزدت عليها اللحم. المهم الا تبعتوا الطريقه من الاول حتى الاخر غتنجح لكم 100%. وهذا الشيء اول حاجه راه كيبغي الخاطر، خصك تكون انت من الداخل عاجبك الحال وانت كدير هذا الشيء، يعني ما تبقاش تقول لي انا معصب وغادي نديرو. صافي هنايا درنا اللحم جهدنا عليه البوطي بيد ما يجيب الغليه، ومن بعد عاد غادي نقصو عليه. سالينا قضيه اللحم غادي ندوز لبيض السمان ما درتوش. هاد بيض السمان زوقت به شي بساطل، يعني كنحاول نستغل الوقت. غادي نديرو يتسلق. ديما البيض السمان باش ما يخسرش لكم ديروا شويه ديال الخل. بالنسبه للبصله عندي البويويد. البصله سيدي شدينا نقينا غسلنا وغادي نهرشيها في الماكينه. استعملت واحد 2 كيلو د البصله والبويويد. غتشوفوا الكميه اللي غادي تكفيكم. ديروا 6 في الطبسيل اللي بغيتو. البصله اللي هاشينها نتوما كيف كتشوفوا، يعني هاشيناها مزيان ماشي حتى ولات 100 مي بقات لنا واحد الطريفات. انا كنحطها بحال هكا فوق من اللحم. غادي نقلبو تقليبه وحده، راه ماشي من الفوق لتحت وانما غادي نهز هذوك الطرفه الفوقانيين باش غادي تخشى ليا البصله لتحت وتشرب شويه القامه وتجي معلكه. بحكم ان الماء داكشي اللي ضفت في الاول هو اللي زدت عليه، ما زدت عليه لا ما لا حتى شي حاجه. البصله راه هي كتطلق الماء. بالنسبه نص كاس ديال الزيت البلديه ونص كاس ديال الزيت الروميه ضفناه حتى هو. اللحم حتى هو راه كيكون مشحم، يعني فيه شويه الشحمه
راه كيطلق. هانتوما كيف كتشوفوا راه جاب لي الغليه، وانا بديت كنقلب في اللحم باش ديك البصله ما تبقاش كطيب من الفوق، تخشى حتى ما بين اللقامه وتعطيني ديك الضغميره اللي غادي تجينا زوينه وكيف ما شفتوا في الفيديو. المهم بالنسبه للبوعويد كيف ما كتشوفوا غادي نشدوه، غادي نقيوه، نحيدوا ليه ديك القاع التحتاني باش يوقف لنا في التبسيط صافي، وغادي نقيوه بهذه الطريقه هذه. غادي نديروا ليه هذا الديزاين هذا. اما بالنسبه للحم كاين بزاف ديال الطرق باش كيجي اللي كيدير ليه كوكا، كل واحد وشنو كيدير ليه. مازال غادي نبارطاجي معكم واحد اللحم ان شاء الله باش كيجيك اللون ديالو قهوي ومغلوق. يعني كاين بزاف ديال الاسرار كل مرة نبقى نبارطاجي معكم ان شاء الله، بحكم ان كيف قلت لكم ما كيبقاش ليا الوقت، كاين ضغط ديال لي كوموند، وهذا العام ما قبضتش بزاف ديال المعسلات. يعني كان عندي يعني واحد الطلبيات، كانوا حتى مناسبات. يعني ملي كتاخذ لافونس انا ما كضربش كلشي عرض الحائط، اولا كتجيك شي كوموند اولا شي حاجه، خصك الناس تقضي لهم الغرض ديالهم، وبطبيعه الحال تكون حاضر في المناسبات ديالهم، ما يكونش داكشي مرون. يعني الانسان يقبض حاجه وحده. يعني كنصح الناس اللي باغيو يدخلوا هذا المجال هذا يشدوا حاجه وحده، ما بقاوش يترطاو اللي من اليسار اولا بقاو ياخذوا من لهنا ومن لهنا من لهنا، يعني غادي ترتكب عليهم واحد الضغط اللي كبير. صافي هنا كيف كتشوفوا البوعويد من بعد ما لقيناه غادي نضيف تقريبا واحد 4 المعالق ديال سنيده. بالنسبه للفاني غادي نستعمل واحد شاصيه وحده ديال الفاني، شويه ديال الزهر، غادي نضيف شويه ديال الملحه هي كتهرسنا داك اللوغو ديال الحلاوه. اما بالنسبه للقرفه غنضيف واحد شويه 3 قصغيات الملح اللي قلت لكم. بالنسبه للزبده غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده. الماء هنا غادي ندير الكميه اللي تكفيني للبوعويد. اول حاجه البوعويد نحاولوا لا عسلنا ما نخليوهش يهرى لينا بزاف، بحكم ان غادي يبقى فيه داك الصاد وغادي يطيب. يعني خاصو يبقى واقف، ما يجيناش معجن، ويبقى في الديزاين ديالو واقف. هنا من بعد ما غلى ليا الماء غادي نضيف ديك الزبده. هنا غادي ندير تقريبا هي واحد نص طيبه حتى نمشي للدار. يعني بحكم ان ملي كنمشيو للدار عاود كنبقاو نسخنو. يعني بالنسبه للبرقوق الشريحه داكشي كامل كنحاولوا نسخنوه باش كنتهناو. صافي غادي نردها فوق من البوطه من بعد ما غادي تذوب ليا الزبده واحد شويه. صافي غادي نضيف داك البوعويد كامل. يعني صافي فاش غادي نديرو فوق من البوطه غادي يبدا يتعسل واللون ديالو كيتبدل بحكم ان فيه القرفه. وتا داك السيرو ديالو يعني كنحتاجوه، كنضيفو فيه شويه فوق من اللحم باش كيجينا شويه معسل. دونك انا ما درتش حتى اضافات في اللحم باش جاني ديك اللون ديالو بحال هكاك مبدل. هانتوما كيف كتشوفوا البوعويد صافي بقى ليه واحد شويه وغادي نطفي عليه. غتشدوا واحد الموس وغادي تحاولوا تقيسوا من الوسط. الا شفتوا يعني رطب لكم شويه صافي عرفوه بانه راه وصل للطياب ديالو. دونك راه ملي كنقول لكم شي مناسبه كتكون اولا صغيره اولا هادي، راه التحضيرات ديالها كتاخذ الوقت. يعني راه كل نهار كتاخذ لك وقت من حاجه، يعني حتى حاجه ما سهله. هنا كيف كتشوفوا اللحم من بعد ما وصل ليا نص طيبه ديالو، نتوما كيف كتشوفوا قلت لكم الماء راه غادي يطلق لينا. يعني حتى لا عمرتو الماء ديروا الماء الكافي من الاول. يعني كي تقريبا انا درت نقولوا 5 الكيسان اللي درت ديال الماء صافي، وكنسد عليه مزيان. يعني ما كنخليش هكا اللحم هكاك معري. هانتوما كيف كتشوفوا نزيدو واحد شويه صافي، وكنبقى نسقي باش ما يجينيش اللحم ناشف وكيشرب حتى ديك المرقه ديالو. صافي غادي نقص عليه
البوطه، وغادي نخلي ديك المرقه حتى كتعسل، يعني كتجينا معسله وكتجي زوينه، يعني واحد البنه. وصراحه ما شكرش لكم راسي، ولكن اللحم راه اش نقول لكم، يعني تخاطفوا عليه كلشي تكال بالنسبه للدجاج ولا اللحم، يعني تبارك الله كلشي كلا وكلشي عجبو الحمد لله. نتوما كيف كتشوفوا انا خديت هاد المعلقه ديال العود، كنحاول نكحزي واحد شويه، راه ماشي كنبقى نحرك اولا كنقيس اللحم، يعني كنقيسو غير من الجناب باش نشوفوا واش لصق، بحكم ان كاين الماء حتى العافيه يعني متوسطه، يعني انا عطيته خاطر ما جهدتش عليه العافيه بزاف غير باش يطيب. غنوريكم الصوت ديال اللحم كيفاش احتاجها، يعني المرقه ديالو صافي غسلات، كيعطينا هذا اللون هذا. هادشي اللي كاين، وكنقول لكم بالصحه والراحه، مرحبا بكم، مرحبا بالناس اللي دخلوا عندنا جداد السوشيال ميديا كامله. كنقول لكم اي استفسار كنقول لكم مرحبا بكم. هانتوما كيف كتشوفوا اللحم راه طايب. هنا كيزال الفيديو ديالي، الا عجبكم بارطاجي مع الناس. بالنسبه لهاد اللحيمه هادي طايبه طنجيه على المهل، ما كتقرب ليها ما كتقيسها، يعني اول مره غادي طيب اللحم جرب الطريقه هذه ما غاديش تندموا عليها، يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف بزاف. بطبيعه الحال عندك مناسبه ولا عندك سميتو جربها، كيف قلت لك ما غاديش تندم عليها. عجبك الفيديو مرحبا بك، بارطاجي مع الناس. الا كان محتوى زوين كنقول لكم شكرا لكم بزاف، الى فيديو اخر واحد اخر.